تاكلي كحكايه دايبه من غير ما تلزق في حلق زورك، وتفضل النقشه محتفظه بيها، وتخرج الكحكايه وتعمليها نفس ما هي، تحطيها نفس ما هي وتطلع نفس ما هي، ما تزيدش حاجه، ممكن تقل بس ما تزيدش. تعالى اقول لكم كل التكات وكل التفاصيل مع بعض كده، بس تابعوا معايا يلا الفيديو. هنعمل من كيلو دقيق واحد هيرمي معانا اكتر من كيلو ونص، ونقول لكم ازاي نحتفظ كده بالمكونات ونخليه. لو تقدري كمان هنعمله على البارد، ولو حابه تعملي على السخن فهقول لكم كل التفاصيل. بس عايزاكم كده تشوفوا، انا بحب الكحكايه تبقى القعر بتاعها كده متحمر شويه، لو انت مش حابه خليها تاخد اللون الذهبي الجميل. يلا مع بعض كده هقول لكم المقادير، وكمان هسيبها لكم في صندوق الوصف. اول حاجه كده هجيب كيلو من الدقيق، اي نوع دقيق انت بتستخدميه وجربتيه هو معاكي كويس جدا. انا بستخدم على طول كده دقيق معين، انت حابه تستخدمي الضحى، حابه اي نوع دقيق. اهم حاجه انا هستخدم العجان على طول كده عشان تسهل عليا، عشان هنحتاج البس. جبت 500 جرام من الدقيق، 500 جرام من الزبده، عليهم كيلو من الدقيق، معلقه 3 معالق من السكر البودر، 3 معالق من لبن البودرة هو بيدي اللون الجميل، 3 معالق من السمسم، ربع معلقة صغيرة من ريحة الكحك، وهنعمل وايه تاني، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر وبس. وهنرفع كل المقادير دي كده مع بعض كويس جدا، وهجيب نص كوباية من المية، احط عليها ربع كوباية أو ربع معلقة او نص معلقة من الخميرة، وهدوبها كده واركنها على جنب بس. وهاخد كل المقادير دي كده معايا على العجان. اللي ما عندوش عجان هتاخدي كده على ايدك، وبجد بيبقى بس حلو جدا. بس للاسف انا ايدي تعباني، كنت حابه ان انا اعمله معاكم بس حقيقي ما قدرتش خالص. احطه في العجان وهوريكم خطواته خطوه خطوه. لو انت بقى حابه تعمليه على السخن، يا دوبك تدفي كده، تخلي السمنه تغلي او تغلي او تدفى، وبعد كده تنزلي بقى على الدقيق والسمسم. انا حطيت 3 معالق من السمسم او 4 معالق، وتقدري كمان تحطي السمسم حسب الرغبه. انا حطيته من غير ما يبقى محمص وبس. ادي هوريكم اول خطوات. اول حاجه كده سبتها تلف بس كده لغايه ما اخدت اللون ده، وبعد كده هخليها تعمل. انتوا شايفين العجينه بتلزق ازاي؟ هي بتلزق بس عشان انا كنت ماسكه العجين قبل كده، انتوا شايفينها في ايدي كانها كريم، يعني كانها كريمه، كانها عجينه. مش قادره اوصف لكم هي ملمسها قد ايه وريحتها جميله، ولا بتشقق ولا اي حاجه. عجنه بس فيها كويس جدا، وهتحتفظ بنقشتها وهتحتفظ بالنعومه من غير ما تشقق ومن غير اي حاجه. انا رجعت كده هفضل اعجن فيها تاني، هعجن فيها كده مره واتنين وتلاته لغايه ما تديني الملمس اللي انا هحتاجه. وبعد كده اول ما اشوف ان هي وصلت للملمس ده، اروح نازله عليها بالخميره والميه، تكون بقى اتفعلت كده، واروح اقلب تقليبه واحده بس، عشان احنا عارفين ان الماء اي نوع نواعم ما بيتعجنش خالص، يدوبك هو بيتلم بس مش اكتر. اول ما تتلم كده معايا على طول والميه تختفي، هروح على طول كده لماها وهقطع العجين بس كده بالشكل ده. بعد بقى ما خلصت كده على طول هروح لماها وبين ايديا. لو انت لقيتيها ناشفه كده معاكي وانت ما عندكيش عجانه وما بتستخدميش عجانه، هتفركيها بين ايديكي وهتلميها بعد كده هتبقى حلوه خالص. ولو احتاجت هتحطي معلقه سمنه واحده بس المكونات دي والله مش هتحتاجي خالص، لانها مكونات مضمونه. انا بستخدمها بقالي اكتر من كام سنه من يوم ما عملت الكحك بس. وباخدها كده بين ايديا وبفضل افرك فيها جامد جدا، بس مش كل العجينه. يعني مثلا لو لقيت واحده بتشقق معايا، باخدها كده بين ايدي وبفركها كويس جدا كاني ببسها. وبعد كده بروح جايه بقى كده على طول، لو لقيتها تمام ماشيه معايا تمام. وتقدري كمان يعني تستخدمي البصامه او المنقاش. انا ما بحبش المنقاش وماليش طولة بال للمنقاش، فبستخدم معايا البصامه كده على طول، بتنجز معايا. ولو معايا اكتر من كيلو بتخلصوا معايا في دقايق. بعد كده بالشكل ده بقى هعمل كل الكميه كده وهوريكم. ومحدش يعمل خطوه ان هو يكور كل الكحك ويرجع يعمله، غلط خالص. اول ما تضغطي عليها هتشقق منك. يعني انا عملتها بس بسرعه. لو انت هتعملي دي تعملي 5 5 او 3 3 وترجعي بعد كده تبصميهم، بس هتخلي بالك هتشقق معاكي. مش عيب من المقادير لا خالص، عشان انت سبتيها تتهوى، بتسيبها تتهوى وبعد كده بتضغطي عليها فلازم تشقق بس. فانا وريتكم بقى اللي هي كده، رجعت خدتها على ايدي كده ودلكتها بين ايديا بس ما كانتش واضحه شويه يعني، وضغطتها على ايدي ما ولا شقات ولا اي حاجه.
اتبعوا بس الخطوات كده مع بعض وبجد هتطلعوا احلى كحك واجمل كحك هتعمليه في البيت بطريقه حلوه جدا. تقدري تستخدمي زبده بلدي، تقدري تستخدمي كل ما يعني تستخدمي نوع سمنه او زبده حلو، هيطلع لك الكحك تحفه جدا، احلى من اللي بتجيبيه من بره بكتير. وهيفرق معاكي وهيفرق معاكي جدا. جربوه وهستنى رأيكم ان شاء الله في الكومنتات، وحابة اسمع رأيكم. وان شاء الله ننتظر كده مع بعض نواعم العيد كلها بإذن الله ننزلها كده معاكم، واوريكم بقى. انا دخلته الفرن على درجة حرارة، هو لما بيبقى سادة بيتحط على درجة حرارة 170، لو محشي بيتحط على اعلى درجة حرارة عشان خاطر الحشو ما يطلعش منه او يطق في الفرن او يشقق. الناس اللي بتشتكي ان هو بيشقق منها، فلازم أن يكون الفرن متسخن قبليه ودرجة الحرارة عالية، علشان يا دوبك هو بس بياخد لون من بره ولون من جوه بيطلع على طول. لان كده كده اي حشوة بتبقى مستوية، يعني الملبن بيبقى تمام لو بتعمليه بالعجمية. فان شاء الله هنعمل معاكم كمان الكحك بالعجمية. بس حابة اسمع رأيكم، وبجد بجد المقادير دي مضمونة وتابعوها، وان شاء الله بإذن الله هتطلعوا احلى كحك. وكل سنة وانتم طيبين. وكده اقدم معاكم كمان هرش عليه بالسكر. تقدري كمان تجيبي يعني تطحني حبة من السكر وترشي عليهم كده بالشكل ده، بس تخليه عند التقديم، ما تحطيش عليه السكر خالص الا هو لوقت التقديم بس. السكر عشان ما يلزقش فيه ويبقى شكله كده كأنه عرقان. لا، وقت التقديم بيبقى شكله حلو وكأنك جايباه من بره بالظبط. وبجد هتعمليه في البيت مش هيعرفوا يفرقوه من بتاع بره، بنفس التفاصيل وفي نفس التكات وبنفس النعومه وفي نفس الجمال بالشكل ده. وكمان لو بيخش الفرن على درجة حرارة 160 أو 170 وبتوطي عليه خالص وبتحطيه في الرف الوسط عشان ما يتلسعش منك. وأهم حاجة معلقة اللبن البودرة لأن هي بتديله اللون، ومعلقة السكر تكون ناعمة، تكون سكر ناعم علشان خاطر ما يعملش حبيبات من تحت كده وينقط معاكي اسود. اشوفكم ان شاء الله في فيديو